هبة تركي مرات إبراهيم شيكا على والدة إبراهيم شيكا وأخواته. ابنك اللي انا متجوزاه 19 سنه هو وانا 18 سنه. انا كنت اول بخته واخر بخته. ابنك ما كانش بيسيبني اصلا لحظه، ولا بيشم هوا ولا بيعمل اي حاجه. لما راح المستشفى كنت انا نايمه تحت السرير عنده. فالخيال بقى والافلام السسبنس، وفي واحده هتطلع واصل انا كنت متجوزه ومش متجوزه. ابنك ما اتجوزش ولا كان هيتجوز ولا عمره حب ولا هيحب غير هبه التركي. انا عارفه ان الكلام ده هيضايقك وهيبوظ الخطط، بس معلش خليكم فاهمين. حتى المقشفه ام كعب مقشق عندكم في العيله اللي جبتوه عشان تتجوزوا برضو نقبها نزل على الارض. اول ما هبه رجعت كله اتكنسل. لما دخلت عليكم الفرح في طنطا كده، واول ما دخلت خدته في حضني كده والموضوع اتلم. الست الكبيره انا ليها مني كل الاحترام وكل التقدير عشان تراب ابراهيم شيكا بس، ولا اكتر ولا اقل. تمام؟ بس انا اي حد هيزودها معايا انا هطلع ارد. الحاضر اللي انا عاملاها ومش هتنازل عنها، عشان الفلوس اللي هي هتاخدها المفروض انا ليا عندها تعويض وهاخده. بس ان شاء الله اخده وانا بسلمها فلوسها في المحكمه، عشان ولا احنا بتوع اعمال ولا احنا بنطلع نعمل كده ولا بنطلع نقول ده جابت اجله ولا ما جابتش اجله. ابنك ما كانش بيعيش غير في حضن انا. كنت سايباه، كنتش عايزه حاجه منه غير ان هو يفتح لخالد مشروع ويجوز محمد ويحقق طموحاتكم. الوقت ده كانت هبه عايزاه بس يقوم، وكانت عايزاه في حضنها مش عايزاه اكتر ولا اقل. فهو الله ربنا رحمه من النفاق والكذب والطمع والحسد. اقل عين في الارياف جابت الراجل على الارض. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، لا تشوفوا ولا تكسبوا على رايك. رحت اشتكيت له قسما بالله، رحت اشتكيت وحسبنا ربنا يجعلها من حظكم ونصيبكم.